الرحمن الرحيم. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا ومتعه كره القدم الاسبانيه وضمن مباريات الليغا الاسبانيه للموسم 2024-2025 الدوري الاسباني المشتعل في الجوله التاسعه. ريال مدريد مركز ثاني 18 نقطه، وفيا ريال النهارده الفريق الضيف في المركز الثالث برصيد 17 نقطه. صداره للبارسا، برشلونه متصدر برصيد 21 نقطه، وهيلاقي غدا ان شاء الله فريق نادي الافيز. بدايه قويه للمباراه وانطلاقه. ريال مدريد يلعب على يسار الشاشه، وفريق نادي فيا ريال يلعب على يمين الشاشه. طبعا الغواصات الصفراء النهارده ياتي الى هذا الملعب ورغبه وطموح كبير امام ريال مدريد الذي خسر اوروبيا وهو حامل لقب مسابقه دوري الابطال بالارقام القياسيه 15 لقب، ولكن خسر في ثاني لقاءاته بنظام الدوري الجديد في دوري الابطال امام فريق ليل في ملعب بيير مونوا في ليل بهدف مقابل لا شيء. يريد مصالحه جماهيره والعوده الى طريق الانتصارات، خصوصا في الدوري عنده 5 انتصارات متتاليه على مستوى الدوري الاسباني. بدايه المباراه تشكيل ريال مدريد: لونين في غياب كورتوا، حراسه المرمى كارفاخال، شواميني قلب دفاع النهارده بجوار رويديجر ومندي في الشمال، وسط ملعب فالفيردي وكامافينجا وبيلينغهام ومودريتش، والتف المقدمه امبابي وفينيسيوس جونيور. امامنا هنا في مباراه يحكمها النهارده الحكم كوادرا فرنانديز، حكم هذه المباراه، ويعاون كل من جوادولو بورس واليخاندرو ستيراس الكسندر إليمان حكم رابع، وحكمي الفار تروخيو سواريز وسانشيز روخو في هذه المباراه. ادي امامنا الانطلاقه، مواجهه ما بين مودريتش وباريخو، الاثنين عندهم الحقيقه امكانيات كبيره قوي على مستوى التمرير. خلينا نقول تشكيله طبعا فيا ريال. ادي كارلو انشيلوتي، انتقالات كثيره الفتره الاخيره خصوصا بعد الخساره امام ليل، لكن يحمل تاريخ وانجازات كبيره مع الملكي مع ريال مدريد. ادي امامنا الانطلاقه، امبابي، عوده امبابي كانت امام ليل لكن ليس بالمستوى المرتقب والمنتظر. مره ثانيه هنا استلمها طول كارفاخال، كوندي في حراسه المرمى فيا ريال بألقاب وانتصارات وفوز، ورغم ان يعني ما فيش رضا عن الاداء لكن بيقدموا مستويات، والمستوى اللي جاي عند فالفيردي اوعى تفكر ان الريال ابدا يتعثر الاوروبي هذا الموسم. وسجل في مره بلد الوليد امامنا هو الكره صحيح عملت ديفليكشن، ضربت في احد لاعبي فيا ريال في اللقطه اللي فاتت. بص امامنا هنا الفدائيه، لكن ايه الفدائيه من اللاعب اللي عمل هذه الكره هو اليكس باينا، تغير اتجاهها، يخدع الحارس دييجو كوندي عشان يسجل امامنا هنا فيدريكو فالفيردي هدف رائع. في الدفاع كيكو، في ميديا لوجان كوشتا وراؤول البايون واللاعب سيرجيو طبعا كاردونا، وسط ملعب باريخو واللاعب كوماسينيا، كذلك ايضا اللاعب جاء في المقدمة أليكس باينا واللاعب باري بالإضافة لنيكولاس بيبي. دي التشكيلة اللي وضعها النهاردة مارسيلينو اللي بيواجه كارلو أنشيلوتي في اللقاء، وما بينهم 8 لقاءات على فكرة على مستوى اللقاءات. تفوق كارلو أنشيلوتي في 5 لقاءات وتعادل كان في 3 لقاءات. استلام على طول هنا بداية المباراة، وادي على طول وسط ملعب الادوار الدفاعية الباريخو، والانطلاقات أمامنا هنا عن طريق اللاعب الإيفواري اللاعب بيبي، العملة بيبي، ويكمل كمان النهارده مع اللاعب سيرنو باري اللي بيبحث النهارده عن التسجيل وشرف التسجيل في مرمى الملك.